الفنان عصام صاصا بيقول: حب اللي يحبك وقدر اللي يقدرك. وللأسف دي الأفكار اللي بنتشبع بيها كل يوم نتيجة الأفلام اللي بنشوفها والأغاني اللي بنسمعها، لكن المحبة هي أقوى وأغلى نوع من المشاعر نقدر نستقبله ونديه اللي حوالينا. المحبة هي السبب العجيب اللي بيخلي أب يضحي وأم يتعبوا كتير قوي عشان يقدروا يوفروا احتياجات أولادهم. هي سبب الأمان اللي بيخليك تتكلم وتبقى نفسك قدام الناس اللي بيحبوك. لكن السيد المسيح بيسأل سؤال مهم جدا وبيقول: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. عدم محبتك وكراهيتك للشخص اللي قدامك هي نار بتأثر عليك انت بس، بتأثر على أفعالك، على مشاعرك، على قراراتك، وحتى كيمياء مخك. وإنك تحب حد بيكرهك أو أذاك ده من أصعب الحاجات المؤلمة والغير مريحة بالمرة، لكنها من الحاجات المغيرة اللي بتدوب الخصوم وبتتغاضى عن الاختلافات وبتخلي المجتمع اللي عايشين فيه مكان أفضل بكتير. والمحبة دي بتوصل وبتغير. في الحقيقة انت بتوصل أكتر انك تكون ناجح إنسانيا، انك عرفت تتغلب على مشاعر سلبية نتائجها مدمرة، وعرفت تاخد قرارات أصلح وأحسن اتجاه الناس اللي مش بتحبك. وده بيخليك شخصية أقوى وبيخلي مخك أقوى لأنه بيعمل حاجة صعبة عليه. الكتاب المقدس بيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد. عشان كده تعالوا ننشر الثقافة دي فينا، نحب بعض محبة حقيقية بعيدا عن اختلافاتنا وشخصياتنا وألواننا، نحب الخير لغيرنا بدون حسد، نتحمل بعض ونصبر على بعض، ونعيد التفكير في مصادر أفكارنا وأعماقنا وناخدها من مصدرها الحقيقية اللي هي الله، لأن الله محب. وافتكر إن أي حد أنت بتشوفه هو حد ربنا خلقه عشان بيحبه، وعشان كده أنت كمان محتاج تحبه. أنا راني، وده اليوم التاسع اللي بشارككم فيه في رحلة وأنا ببني المشروع اللي بحلم بيه، وبشارككم أخطاء ودروس اتعلمتها عشان نستفيد بيها سوا. وبالمناسبة عملت جزء مهم جدا من المشروع. ربنا معاكم.